ليلى ومروان كانوا بيدرسوا في لندن. ليلى بتدرس interior design زائد architecture dual major، ومروان كان بيدرس engineering في إكسترا. كان صعب كتير لأني لوحدي، وإني أنا أعيش الفترة دي لوحدي بدون الاتنين، وده شيء صعب على قلبي كمان. بس كانت مصلحتهم فوق أي شيء، وأنا ده كان حلم حياتي إنهم يتعلموا برا ويتعلموا حاجات أكتر من التعليم، إنهم يبقوا في بيئة محيطة طول الوقت بتنتمي لإنها تعمل كارير، تعودك إزاي تعملي لنفسك كارير، مش بس تعلمك يعني حاجات كتيرة زيادة. مش فكرة بقى تربية، لا، فكرة إنك تطلعي لجو وبيئة مختلفة بتعلم حاجات كتيرة جدا. السفر في حد ذاته بيعلم حاجات كتير، غير التعليم بتاع الجامعة اللي هو مختلف عن تعليمنا، اللي فيه جزء أساسي منه إنك تتعلم إن يبقى عندك كارير، وإزاي تصنع لنفسك حاجة مختلفة عن اللي انت اتعلمته في الفترة بتاعت الثانوي. لا، اللي قلق الاتنين متساوي، لأن كل واحد شخصية مختلفة وكل واحد ليه طبيعة، بس مين فيهم هيعرف يتعامل مع بيئة مختلفة هو ده كان الأساس. مروان بيختلف عن ليلى لأنه لعيب كورة في الأساس، فكان المشكلة بالنسبة لي إن لازم يكمل لعب الكورة. ليلى كانت بتلعب كورة بس عندها مواهب تانية كتيرة جدا، وطبيعة البنت عن الولد بتختلف. مين فيهم هيبقى أسرع ومين فيهم هيبقى أكتر احتكاك بالبيئة الجديدة اللي هو فيه ويعرف يتعامل فيها، دي كانت هتبقى مختلفة بالنسبة لي. بس هم فاجئوني بصراحة إن هم تعلموا الاتنين، بس هي كانت أسرع منه. ودي طبيعة البنات بتبقى أسرع من الولاد، دي حقيقة. الولاد بتاخد وقت عمال ما تطلع من بيتها وبيبقى حنينها لأصحابها أكتر، إنما بالنسبة للبنات بيتقابلوا مع بعض وبيبقوا حابين جدا إنهم يشوفوا نوعيات مختلفة ويشوفوا جنسيات مختلفة ويحتكوا أكتر. ده الفرق الوحيد اللي بينهم. لا، أنا شايفة إن مفهوم كليات القمة انتهى من حوالي سنة 2002 أو 2003، إن كل الناس ابتدت تفهم إن ربنا اداهم هبة، فإن كل واحد عنده موهبة هو ده الأحسن. إنك تبقى شخص موهوب دي هبة من عند ربنا، وإني لازم أستغلها ولازم أطلعها، لأني أنت عندك مواهب كتير، عندك فنانين، عندك إعلاميين، عندك رياضيين، عندك مهندسين، عندك دكاترة، كل الفئات موجودة، بس ربنا اداهم هبة إيه، هي دي اللي مهمة. كل الناس ابتدت تفهم إن مش شرط أطلع مهندس، مش شرط أطلع دكتور، بس شرط إني أطلع واحد متميز. ممكن يكون محاسب بس متميز جدا، مخه ماثماتيكال جدا، يقدر يبقى مدير بنك، يقدر يحرر لي حاجات تانية، يقدر يعمل في الاقتصاد. دي كلها مواهب، فلازم الواحد يبقى طالع للموهبة، مش طالع ان انا اطلع كذا او كذا. وطبعا في حاجة تانية مهمة، جينات، ان فعلا في جينات، انك تلاقي فنان يطلع ولاده فنانين، لان دي جينات، ده توارث اجيال. فمش شرط وشرط الدكاترة تلاقي ولادهم طالعين دكاترة، في ده وفي ده، وفي دكاترة بيطلعوا ولادهم مهندسين لان هم شاطرين في الهندسة او مخهم ماثماتيكال. ودي فعلا جينات بتبان من الأول، بتبان من البيبي وهو طفل باهتمامه بالكورة، لا اهتمامه بالعربيات، لا اهتمامه إن يشوف في عينيه إن منجذب لكرة السلة، مهتم إن يلعب كرة طايرة. دي كلها مواهب لازم نركز عليها، وإحنا بلد مواهب من الدرجة الأولى. بانت شخصيتها أنها جزء كبير بجيناتها، أنا كلها اهتمامها بمصر، اهتمامها بحبها ببلدها، اهتمامها بأن تعرف تعمل الديزاين ده، وأنها تطور من نفسها، وإن اللي هو أحسن، وإن هو اهتمامها بأنها تعرف تعمل أكل، أنها توضب أوضتها. يعني لا، بانت أكتر أنها شخصية، لا ده هي copy of the best مني، يمكن أفضل مني كمان، يعني تفوقت علي. decision maker دايما بيبقى جزء كبير من المشاركة، ما بيبقاش بس معتمد على الأب والأم، لا بيبقى معتمد على إن مين بيشارك في القرار، لأن لازم يكون في وجهة نظر مختلفة، حد شايف من بره، مش انتي لوحدك. وده برضو بيبقى دور المدرسة. يعني أنا في مروان وفي ليلى أخدت decision maker مبني على المدرسين بتوعهم بالمدرسة بتاعتهم، إن إيه المجالات اللي هم ينفعوا فيها نتيجة اجتهادهم داخل المدرسة. يوني بال كملت هذا
علاء ساعدني كتير، ومعي إن الdecision maker بتاعهم طَب أنهي كليات تنفعهم، وكمان بالنسبة للمصاريف أنهي كليات تبقى مناسبة ليّا، وفي نفس الوقت مواهبهم هتبان في إيه. فده كان قرار مش واحد، لأ، قرار مبني على مجموعة عمل أنا وهم مع بعض مش لوحدنا. الحقيقي إني ما كمّلتش بالشكل اللي أنا عايزاه، مروان قعد سَنة واحدة ورجع، وهو ده كان قراره، أعتقد إن قراره كان مبني على إن الفلوس هتخلص، وهو تحمّل هذه التضحية وأنا متأكدة من كده. إنما ليلى كانت لازم تكمّل، لإني أنا شايفة إن هي فرق كتير جدًا التعليم برّه عن التعليم في مصر، ودي حاجة لازم نُقرّها كُلّنا أجمعين، ومعروف بالكلام دوّة، لإن حتى لمّا بتيجي تاخد ماجستير والدكتوراه بيفرق ماجستير والدكتوراه في مصر عن الماجستير والدكتوراه بتاعتك في برّه. مكمّلة لإني أنا شايفة إن النتيجة اللي أنا هاوصل لها تستاهل التضحية دي، وتستاهل إن أنا أضحي بكل شيء، وتستاهل إن أنا أقلل كَم مصاريفي، وأبتدي أركّز بس على مصاريف التعليم، وأعمل package أو budget جديدة تمامًا ليّا، لإني ليلى تستاهل التضحية دي.